السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا زينين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورجعنا بروتين جديد إن شاء الله يا ربي راح ينال إعجابكم. راح نقضي اليوم سوا نسولف ونشتغل وإن شاء الله راح نستمتع سوية. مبدئيا شلونكم ويا تغيير الجو كلش حلو صار، بسم الله ما شاء الله. وبداية المدارس، طبعا هي بدت المدارس بس لحد الآن ما حد مداوم يعني دوام ثابت، هي المتعارف عليه الدوام 1/10، بس ما أعرف ليش قدموه. مثل ما تشوفون حبايب قلبي هنا كانت محضرة الحشوة مالت الدولمة. زين الحشوة تعرفوا لها احنا مسويها قبل الدولمة سوا بالقناة. زين اللي يحب يشوفها يرجع للفيديوهات القديمة وراح يشوف الطريقة مالتها وخطواتها واحدة واحدة. هنا أنا محضرة كل شي، محضرة قلت لكم الحشوة اللي هي بصل وبتيتا وطماطة ولحم مفروم وكرفس والبهارات والزيت وهاي المواضيع. إذا نسيت شي بعد ما أعرف. زين أنا محضرتها يعني ما مصورة الطريقة مالتها هسه حاليا. وهنا حضرنا السلق والبصل والطماطة والبتيتا والباذنجان إلى آخره. جبنا الجدر وخلينا الزيت وراح بسم الله نبلش. لحم، هذا لحم غنم همينه سلقته كم قطعة مو هواية، راح اخليهم بالقاع مالت الجدرية حتى شوي هم ينطون طعم. مرات اخلي دجاج، يعني دجاجة كاملة او مثلا صدر دجاج، على الاغلب اخلي صدر دجاج، بس بصراحة ما احب الطعم يكون هيك يعني مزدوج يصير، لانه احنا بالحشوة نخلي لحم مثروم، ويعني هيك واحد جوا بالقاع مالت الدولمة راح نخلي الدجاج، فأحس الطعم يكون مزدوج لحم ودجاج، ما حبيت. هنا أنا قاعدة من الصبح، زين شلفلوفة على قولتها هنا. زين قعدت من الصبح حضرت الحشوة، قلت خليني ألف جدرية الدولمة وخليها على صفحة حتى يكون الغدا جاهز. بنات أول ما تخلصين من الغدا تحسين حرفيا الشغل كله خلاص، يعني بدون مبالغة. زين يعني إذا مثلا قعدتي اشتغلتي شغل البيت الاعتيادي، بعدش ما مسوية غدا، صار الساعة 12 بالوحدة وانتي يا دوب هتسويش مكملة شغل البيت، وبعد الغدا ما صاير، تحسين كل شي ما مسوية. بس من تقعدين الصبح مثل الشاطرة الحبابة النادرة المعدلة تسوين الغدا وتخليه على صفحة، ومن بعدها بلش بشغلك على راحتك، انتي مترهاية الغدا موجود، شو وقت ما تحبين تخليه على النار عادي ماكو مشكلة، تخليه على النار وتكملين شغلك. ومثل ما قلنا المدارس بدت، يعني احنا لازم ضروري انه نرتب وقتنا، بعد ما بيها مجال. زين لازم نقعد من الصبح، لازم ننام من وقت، يعني هاي المواضيع. زين لان عندنا الاولاد كلهم دوام وروحة وجية وهاي، وحاضروا لهم وسووا لهم، فلازم بعد الوقت يعني يترتب. وما اكذب عليكم والله العظيم انه احنا يعني هاي العطلة خلصت كلها النومة متخربطة، يعني اللي يريد ينام من وقت ينام بالثنتين، يعني بعد انتو عندكم الحساب بعد. واللي يريد يتأخر هال4 ل5 الفجر، والله مرات تدق الساعة 6 الصبح هم بعدهم على البوبجي. زين يعني مع الأسف أقول هذا الشي لأن هي خربطة هاي. زين اجت المدارس وهم بعدهم على نفس الخربطة، فهسه بهاي الأيام قلت لكم بعد يعني الدوام ما مضبوط، مو بس عندنا عند الكل، فجاي أحاول إنه أرتب النومة مالتهم. والله عظيم صدق لو قالوا الوقت تغير، كلش تغير همينة. يعني احنا قبل بزماننا الساعة تصير 10 بالليل لازم فارشين ونايمين، ها هي بعد هذا قانون ثابت ما يتغير لوش ما يصير. صارت مناسبة، صارت فد شغلة عندنا مستحيل انت هذا وقتك لازم تنام بيه. زين يعني انا كنت يعني كنت في المدرسة، كان قبل دوامنا كله صباحي، فأقعد الساعة 7 ونص أنا طالعة من البيت، أرجع ب8 إحنا دوامنا يعني طبعا مثل هسه الدوامات الصباحي، بس قبل شنو ماكو مساء وظهر وهاي الأمور اللي هسه، كان دوام المدارس كله صباحي، يعني الساعة 7 ونص الشوارع كلها طلاب تروش. زين فمن نرجع للبيت أرجع تقريبا الساعة ب12 و10 هيك، إحنا نطلع ب12، بس بين ما أوصل للبيت مدرستي كانت قريبة يعني مو كلش بعيدة، 10 دقايق أنا بالبيت. أجي أول شي أبدل ملابسي، أتغدى، أسبح، أنام.
من بعدها اقعد اقرا اجرها. بالليل يا دوب تعشينا وراها ساعة، شي تقريبا ساعة ونص. من بعد العشاء الساعة 10 اني نايمة. والله لا امي تصيح علي، اقسم بالله العظيم، ولا تقول لي انه شو ما نايمة او يلا روحي نامي، مستحيل. اني هذا وقتي اعرفه، يعني قبلها لازم اني ضامة الكتب، مرتبة الشغلات الثاني يوم، الجدول، ملابس محضرة، روح غرفتك نام. زين هسه الوقت كله تغير سبحان الله. هسه نصيح نريد يا معودين يا اهل الغيرة ماكو. ما اعرف الخلل بيهم، الخلل بينا، الخلل بالوقت هذا الله اعلم بعد. ونرجع للفيديو مالتنا ونقول خلوا لايك، واذا انت اول مرة تشوف القناة انزل اشترك ودوس على الكل حتى يوصلكم كل فيديو اني انزله. لا تنسون اهم شي اللايك يرفع الفيديو ويخلي المشاهدات مالته تصعد، ويخلي اكبر عدد من الناس تشوفه. انا صحيح ما اصور لكم هواية، بس دا احاول قدر الامكان انه استمر وياكم، يعني ما ننقطع، اهم شي انه ما ننقطع. نحاول انه نرتب وقتنا بين البيت وبين الشغل وبين المدارس وبين يعني النظام الجديد اللي شوية طرأ علينا مثل ما تعرفون. وماضم عليكم أنا يعني شغلات الفرح والحزن، إن شاء الله يا رب حياتكم كلها فرح بحق محمد وأنا محمد. بس أنا ماضم عليكم شي، كل شي أحكي لكم أول بأول. بس شوية حاليا يعني هسه الوضع اللي أنا بيه مخربط يعني مو هيجي، بس هم أحاول إنه أصور وأنزل لكم وأتواصل وياكم. زين وضع الصحي شوية مشي يعني هاي الأيام. أنا عندي مشكلة صحية صار لها تقريبا 3 سنوات، بس يعني 3 سنوات من حسيت بيها، سنتين لما يعني اتأكدت منها شوي هملت الموضوع نوعا ما. فمن سنة وجاي بين أسوي تحليل بين ما أسوي، بين أخذ علاج بين ما أخذ، فاتفاقمت الحالة علي نوعا ما. فإن شاء الله يا ربي الصحة والسلامة لكم، وادعوا لي لا تنسون، ادعوا لي بالصحة والعافية إن شاء الله، والشفاء العاجل إلي والكل مريض بهذا الكون كله يا رب. زين وإن شاء الله همينة أسولف لكم يعني تفاصيل أكثر، وأقول لكم شنو اللي عندي وشنو الشغلات اللي طلعت علي بالجديد، وإن شاء الله راح تعرفون كل الأخبار أول بأول. زين توتر شوي عندي هذه الأيام، توتر بسبب المدرسة. أنا قلت لكم يمكن قلت لكم أكيد إنه عندي عندنا يعني دور ثاني كان، وبعد نتائج ما طالعة وشوية قلق تعرفون بعد هي هاي توتر يصير، والسنة يعني ما تنعاد بسهولة صح لو لا. فحاليا يعني بين دا تطلع النتائج بين بعدها، فشوي يعني الوضع قلت لكم مو تمام، فما يعني ما اقدر اتواصل وياكم اول باول، بس احاول قدر الامكان انه اخلي لكم وقت مخصص، لان انتم همينه حقكم علي. ودائما يعني اشوف انه تحبون تتابعون اخباري وتشوفون انه ليش ما انزل فيديوهات، او يعني تتواصلون وياي. جزاكم الله الف خير، ويشهد الله انه انا همينه يعني احب اتواصل وياكم دائما، واحب اعرف اخباركم، واحب يعني اشوف الناس مشتاقت لي من انزل الفيديو او شيء. يعني مرات بناتي يدخلوا لي على الخاص يقولوا لي ليش ما منزله فيديو، او اذا اختفي ليش مختفيه، شنو الموضوع، خموك شي. كلش افرح للامانه، يعني كلش افرح من اشوف الناس هيجي يعني تريدني اتواصل. مع العلم قناتي يعني بعدها بدايتها، بس يعني يحبون يشوفون انه دائما انزل فيديوهات. فيمكن هو هذا الشي اللي يحفزني انه يعني برغم التعب، برغم القلق اللي اني بيه، برغم المرض، بس احاول انه يعني اتجاوز هاي الامور، واصور وامنتج وانزل وكل شيء اسوي في سبيل اتواصل وياكم واحسسكم يعني عفوا انه انا بخير واموري تمام الحمد لله والشكر. وان شاء الله قلت لكم بالفيديوهات الجايه راح اسولف لكم اكثر واكثر تفاصيل عن حياتي. تسألون دائما انه انتي صور البيت سولفي لنا اكثر عن حياتك وانت تشتغلين ما اعرف ايش، هاي الامور كلها فان شاء الله راح ندردش بيها عن قريب، اوعدكم عن قريب جدا راح ننزل فيديوهات نشرح بيها هاي الامور كليتها. مش الفيديو واني زين مستمرة وياكم.
مثل ما شفتوا يعني غسلنا ملابس وشريناها وما أعرف إيش. شوفوا هنا المطبخ سويت لكم إياه من فوق الهوسة مالته، وشوفتكم شلون قدر هائل من المواعين والخربطة اللي صايرة. هذا المواعين طبعا من قبل بيوم ومات الريوق وهاي الأمور. بس هنا هذا الأكل يعني كان بالثلاجة طلعته من قبل بيوم، ليش ندبه حرامات، طلعته نحميه وهم ياكلوه ويا الدولماني. هنا تدرون يعني مسوية دولمة من الصبح، قلت لكم أنا نادرة معدلة من الصبح قاعدة كودتن همين الصير النادرات ومعدلات، وقاعدة من الساعة بدبي ساعة قالت والله يمكن ب8، مو قبل 8 يعني 8 ونص هيك يعني قعدت زين. وكملت الغدا قلت لكم، ومثل ما شفتوا خلينا على صفحة وبلشنا نشتغل بالهدوم والمواعين وهاي الحبشكلات. شوفوا هنا هذا حجاب مال الصلاة، زين رداء مال الصلاة، بس اشتريته من فترة يعني مو هسه، تقريبا قبل شهرين. بس هو الخامة مالته يعني كشمير، مو مثل ذاك الستن وهاي الأمور، مو ستن ماشي يمكن في زون مش يسموه ذاك، بس هذا قماشته كشمير. هذا يعني جبته كلش طويل بيه تقريبا شبر طول. جيت أقصه وكفه بالماكينة، بعدين قلت لا أخاف من أغسله يشيل، يعني تعرفون انتو يعني هسه خاصة إذا وحدة خياطة تتابعني راح تعرف كلامي صحيح. فالقماش الكشمير يشيل يعني بالغسل يشيل. فأنا سويت البارحة بالليل خليته بمجانة هيك صغيرة، لا بغسالة ولا شي، بمجانة صغيرة نقعته تقريبا ساعة، أو مو فصل يده تنقع، بس يعني هو لازم يتنقع القماش هذا الكشمير زين. من بعدها طلعته وعصرته وشريته. جيت قصته مرة ثانية، يعني أنا قصته قبل الغسل وبعد الغسل، لقيته والله بعد نفس الطول، يعني ما أعرف ليش هو هذا الكشمير يشيل، بس ما أعرف ليش ما شال. المهم فهنا كان بعده رطب يعني من نزلته من المشر، عاد خليته على الشربة هيك شريته، يعني مو أخضر بس هيك رطوبة بيه، فتحت عليه البانكيل مروحة وخليته حتى ينشف، ومن بعدها راح أشتغله أقصه وأكفه. وهنا اجينا للفقرة الأصعب المملة طبعا، المواعين. زين شو سوى ورانا الله أكبر، تقول السنك هو ينبع مواعين يعني مو احنا اللي نوسخن. وهنا بلشت أغسل بيهن حاجة حاجة حتى أخلص من عندهن. وما أعرف شنو بعد عندي بالروتين راح تشوفون هسه وياي، لأن أنا أصور وأنسى أشياء أصور بصراحة. زين فهنا المواعين راح نغسلهن كليتهن ونخليهن على صفحة حتى ينشفن، ينزل المي اللي بيهن، ومن بعدها يترتبن كل حاجة بمكانها. قد يغلق عليك باب الرزق، تسعى من دون طائف، كلما طرقت بابا أغلق، كلما اتجهت جهة سدت، تقع في حيرة. في مثل هذه الحالة ينبغي أن تؤمن أن الله إذا شاء وإذا رضي عنك وإذا اصطلحت معه يفتح لك الأبواب المغلقة. فإذا العسر يسر، وإذا الشدة رخاء، وإذا التعسير تيسير، وإذا القلق طمأنينة، وإذا البعد عن الله قرب. إذا أخطر شيء في حياة المؤمن أن يهزم من الداخل. كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. إن أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. إن أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إن أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، هو الفتاح يفتح لك الأبواب المغلقة. أحيانا يغلق باب الزواج، تخطب وتخطب وتخطب، وكلما اهتديت إلى فتاة أعجبتك رفضوا الزواج منك،
وكلما تيسر أمر تعسر أمر. تقول سنوات وسنوات وأنا أطرق أبواب الناس ولا طريق إلى الزواج، باب الزواج مغلق. أيها الإخوة، لعل الله عز وجل حينما يغلق لك الأبواب كلها أراد أن تتجه إليه نحو الأعلى. باب السماء مفتوح دائما ولا يغلق، فإذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت فمعنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله أغلقها في وجهك كي تتجه إليه وتصطلح معه. وهذا ما يعانيه المسلمون اليوم. قد تسأل مسلما بحسب ما يقرأ وما يسمع، بحسب الواقع، التحليلات، يقول لك ليس هناك من أمل. أبواب الفرج الأرضي أغلقت، وكأن الله يريدنا أن نتجه إليه وأن نصطلح معه. وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. قد يكون باب الدراسة مغلقا، لا تنجح، تحمل مواد أكثر مما ينبغي، تجد أن الامتحان شبه مستحيل. أغلق لك أبواب الأرض وفتح لك باب السماء كي تعتمد عليه وكي تتوكل عليه وكي تلجأ إليه، وأراد أن يسمع صوتك. لذلك الإنسان كلما تذلل على أعتاب الله رفعه الله، وكلما علق الأمل عليه فرج الله عنه، وكلما أيقن أنه لا رازق إلا الله ولا موفق إلا الله ولا معطي إلا الله، ولا يمكن أن يحقق شيء في الأرض إلا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله. المعنى الأول من اسم الفتاح أنه يفتح لك الأبواب المغلقة. أنا أخاطب الشباب الآن، شاب من أسرة متواضعة حظها من المال قليل لكن حظها من الاستقامة كثير، شيء بين يديك غير موجود، لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في دخل، وقد ترى المستقبل مظلما، لكن يجب أن تعتقد أن الله لا ينسى من فضله أحدا، وأنك إذا اعتمدت عليه وعلقت الأمر إليه وفوضت الأمر إليه ورفعت يديك تدعوه فإنه يجعل من ضعفك قوة ومن حيرتك اهتداء ومن فقرك غنى ومن خوفك أمنا. هو الفتاح، يا فتاح يا كريم، هكذا يقول الناس. التاجر يفتح دكانه ويقول يا فتاح أجبر عني هذه البضاعة. الطالب يقول يا فتاح افتح لي. وكان نرجع من بعد هالكلام الحلو. يا رب إن شاء الله يجعل كل من نصيبكم يفتح بوجوهكم، ويجعل من نصيبكم بس الصحة والعافية زين والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. بناتي هنا أنا انجرحت وحبيت أشوفكم لأن هاي السكينة الجديدة اللي أنا جبت مجموعة سكاكين بس استخدمت وحدة وانجرحت بيها. يعني كلش أعاني من هذا الموضوع. أول سكينة عفوا، يعني أول ما أجيب السكينة الجديدة لازم أخذ لي جرحتين 3 بيها زين، وحتى أخاف أخليه يعني جوايد الولد. مثل ما تشوفون هنا كملنا شغلنا ورتبنا بيتنا كله من وقت، وخلينا دالمتنا على النار حتى تستوي وحتى يكون الغدا جاهز زين. وهذا الأكل هم من اللي قلت لكم جاي أحميه. هنا هاي الصلصة مالت الدولمة جاي أحضرها. انجرحت والله بنات، تسمعون العافية، يعني كلش تأديت زين. لحد الآن الأثر، يعني أثر شنو، لحد الآن الألم يعني موجود عندي. هنا خليت الدولمة على النار، خليتها بس تنزل المي مالتها وتذبل شوية، ومن بعدها خلينا الصلصة فوقها. ما راح تاخذ غير 30 دقيقة، نص ساعة تقريبا، ومن بعدها تستوي وتكون جاهزة. هنا صار دنيا ظهر قلت لكم، صارت الساعة 12. قلت أخليها من الوحدة، أنا مجهزة الغدا وياه اللي يجوع يتغدى بعد.
ذني السكاكين قلت لكم عليهن، جبت 4 من الكبيرة كلش للأصغر للأصغر للأصغر. زين هذه يعني مال لحم وهاي الأمور. زين كبيرة كلش جبتها، يعني ما استخدمتها لحد الآن، بعتها جديدة. هاي الثانية الأصغر منها اللي جرحتني، يعني كلش حادة، كافيكم الشر يا ربي، حادة بدرجة مو طبيعية. أنا والله عندي 2 أستخدمهن عميات 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 يعني كلش، بس مرتاحتين لأن ما يجرحن، ولأن إذا واحد من الولد يعني شالهن من أولادي همين ما ينجرح بين. شوفوا كم جرح انجرحت بها، شوفوا شوفوا شوفوا، طيرت أظافيري، جرحتني بإصبعي، جرحتني جرح كبير. هسه شوفت لكم الدم كان يجري من عندها، بهذلت أحوالي، كسفتني، كرهتها. ايش راح اسوي اني؟ شوفوا هذا الجرح اللي نزل دم هواية، ما ادري واضح عندكم او لا. ايش راح اسوي؟ راح ارجعهن كل وحدة بغلافها، واخليهن كلهم كيس، واذبهم فوق بالكاونتر. بعد ما اريدهن حرجع على السكاكين القديمة احسن. التعرفة خير من المتعرفة. زين هاي عود مال زلاطة، والله نار نار، يكافيكم الشر، قلت لكم كلش حادات يعني. على اليمن ارجع على سكيناتي حبيباتي القديمات واقعد واسكت، ما اريد لا هذني ولا جدد ولا ما ادري شنو. اذني كلش اذني. شوفوا هنا انا راح اشوفكم السكاكين القديمة، هن قديمات ومسلمات وحالة ضيم حالهن، بس مشات امر يا عيني، على الاقل لا يأذن لا يجرحن. شوفون هذني، هاي الكبيرة خليتها للحم، وهاي الصغيرة شغلة ثروم زلاطة معرفوا ايش هاي الامور. وهيك احدهن يعني مرات، لان قلت لكم هن عميات، احدهن واشتغل بيهن، ما عندي اي مشكلة ابد ابد. لو اموت بعد ما اجيب جدة. شوفوا شتفت نفسي، نو اكس بعد صارن عليهن. هنا رجعنا للقديم، قديمات احسن واستر عيني، ما نريد بعد. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون قلت لكم خلوا لي لايك، واللي اول مرة يشوف القناة ينزل يشترك بيها ويدوس على الكل حتى يوصل كل فيديو اني انزله. هنا هاي عجينة مال كباب، كباب عروق مال بيت، انا كملته وجهزته وعجنته وخليته بهاي الحافظة حتى يفيد مرات وقت الريوق وقت العشاء. صارت فيها لزقات، سكتوا وخلوها، حتى ايدي قامت ترجف من الألم. زين الحمد لله على كل حال، ان شاء الله يا ربي اجر وعافية. هنا شوفوا راح نخلي هاي العجينة بالثلاجة، يعني قلت لكم صارت جاهزة وكملنا شغلنا. وهنا الدولمة على النار همينة قربت تستوي، يعني ما خليت لها مي هواية، شفتوها انتو يعني مي قليل. هنا تقريبا بعد 10 دقائق هيك تستوي كلش، لانه راح انصيها وتكون جاهزة واخليها. يا اللي يجي جوعان بعد يقول يا بصب غدا، فنقلبها وناكلها، وان شاء الله يا رب يسهمكم العافية. بس للأمانة طلعت كلش طيبة. اشوفكم على خير يا ربي فيديوهات جديدة.